ولكن هل هناك في الغيبة استثناءات أو في النميمة؟ نعم. يعني مثلا عند الشهادة عند القاضي للاستفتاء، أقول إن زوجي ظلمني في كذا وكذا، وتقول ما يرضي الله، هذا لأخذ المشورة. راح عند طبيب نفسي أو عالم يريد أن يقول له المصيبة التي هو فيها، فهنا يجوز له أن يذكر الذين أثروا فيه بالشر أو إلى غير ذلك. ثم في مسألة الزواج، أن إذا تقدم إنسان أراد شهادتي في فلان أو فلانة أو أسرة فلان أو أسرة فلانة، يجب أن أقول بما يرضي الله. هذه وعند الظلم أيضا إلا من ظلم. هذه هي الأمور التي يباح فيها الغيبة. النميمة أن لابد أن أنقل الكلام الذي يقال حفاظا على حياة آخرين. فلان يريد أن يقتلك، سمعته يقول أنه يدبر لك مكيدة، يربي لك فضيحة في وسائل الإعلام أو كذا، يجب أن أنبهه، وليست هذه حراما إن شاء الله. هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولذلك يقول الفقهاء إنه يستثنى من نقل الخبر في الغيبة والنميمة 6 مواضع جمعها الناظم، وهو الغزي، لا بل هو صاحب النجم الوهاج، لا صاحب النجوم السائرة في تراجم علماء 110. نعم الغزي، نعم نجم الدين الغزي جمعها في بيتين حينما قال الذم، يعني ليس مذموما، الذم ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الصور ال6 هي التي وحدها يجوز فيها الغيبة ويجوز فيها نقل الكلام، ما عدا ذلك فإنه يكون منهيا عنه مذموما. أعيدها سم. يقول الذم ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر. متظلم يعني عنده مظلمة، ومعرف يعرف واحد الطويل القصير الأقرع، ومحذر انتبه من فلان. ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فإن قيل هل هناك مواطن تباح فيها النميمة كالمواطن التي تباح فيها الغيبة؟ فالجواب نعم، كمن إذا سمع إنسان شخصا يتحدث بإرادة فلان بالسوء، أو أنه يخطط لمكر أو شر أو إفساد في الأرض أو ظلم وعدوان، فيجب أن ينقل خبره ليكف شره. وتباح النميمة بإخبار أهل الحسبة وأهل السلطان بأعمال المفسدين وأهل الريب وأهل الفجور والفساد والمخدرات وتهريب الضارات ونحو ذلك، فهذا إذا دعت إليه الحاجة فلا يكون نميمة شرعا، لأن المقصود حفظ أمن المسلمين وعقيدة المسلمين ودين المسلمين وأخلاق المسلمين وأرواح المسلمين، فالمصلحة فيه عامة للمسلمين والمصلحة فيه شرعية، وليس المقصود أن يوقع شرا بفلان أو يبطش بفلان أو ينقل كلاما عن فلان للإيقاع به أو عزله من منصبه أو إزالة نعمة هو بها مستمتع متعه الله ونحو ذلك من أغراض النمامين الخبثاء. فإذا كان الغرض مصلحة المسلمين وهي متمحضة وواضحة وحقيقية وليست وهمية ولا ألبست لباسا وهي نميمة في الحقيقة، فإنه عندما تتمحض المصلحة يكون بذلك الإخبار. ومن هذه الحالات الحرب مع الكفار، والحرب خدعة، وكما قام ذلك الصحابي بالتخذيل بين الأحزاب، فمشى إلى هؤلاء يقول لهم أولئك يريدون أن يدعوكم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لأولئك هؤلاء يريدون أن يتركوكم لمحمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فسعى في تشتيت شمل الأحزاب ومشى بالنميمة بينهم وبين المشركين وبني قريظة حتى تناكرت نفوسهم وتفرقوا عن المدينة. وهكذا
يعني مسألة نقل الكلام للغير سواء قصد به الإفساد أو غيره، إن لم يكن هناك مصلحة متغلبة أو مصلحة غالبة في نقله، كان يخشى عليه الضرر بأن يصيب بأذى، فهو ليس فضيلة الشيخ يقول: ما حكم الغيبة عموما يا فضيلة الشيخ؟ الغيبة عموما حرام، ولا تجوز إلا في أحوال خاصة، في خصومة، أن تشتكي شخصا وتقول إنه مماطل، إنه أكل حقي أو ما أشبه ذلك، لأجل رفع المظلمة عن المظلوم، أو لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأجل يؤخذ على يد العاصي فيقال فلان يفعل كذا وكذا، لأجل أن يؤخذ على يده من قبل الهيئة أو من قبل رجال الحسبة، لا بأس بذلك. وكذلك تجوز الغيبة في حال ثالث أيضا، تجوز كما ذكرنا في الحالين الأوليين، وتجوز أيضا في المشورة، إذا استشارك شخص يريد أن يزوج شخصا أو يشاركه، فإنك تذكر ما تعلمه من عيوب هذا الشخص المستشار فيه، من أجل ألا يغتر الذي استشارك ويشاركه أو يزوجه، تبين له، فهذا مستثنى من الغيبة. وما عدا ذلك فالغيبة حرام. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.